تخيل مكان الناس والحيوانات بيخشوه ومحدش فيهم عرف يخرج منه، وبيحصل فيه حاجات غريبة وأجسام غريبة بتظهر وحاجات بتطير في الهواء ومحدش عارف هي ايه. ده مش مثلث برمودا ولا حاجة، دي غابة في رومانيا اسمها هو باتشيو. الغابة دي موجودة في رومانيا ومساحتها 3 كيلو متر مربع، وعلى الرغم من حجمها الصغير لكن اتسجل فيها حوادث وحاجات كتير جدا لحد النهاردة محدش لاقي لها أي تفسير علمي. أطلقوا عليها في أوروبا مثلث برمودا أوروبا. اسم الغابة دي مرتبط باسم مزارع كان اسمه هو باتشيو، والمزارع ده دخل الغابة وكان معاه حوالي 200 خروف ومعزة. دخل الغابة وما خرجش منها من ساعتها، وساعتها سموها على اسمه لان هو اول واحد يعني يعتبر خلى الناس تكتشف الحاجات الغريبه اللي بتحصل في الغابه دي. اول حاجه هتلاحظها هناك الشجر هناك شكله غريب جدا، يعني مش زي الشجر اللي احنا متعودين عليه او حتى الشجر الياباني اللي هو معوج شويه. لا، الشجر هناك شكله مختلف خالص، ومفيش اي تفسير علمي عن شكل الشجر ده. في بس بعض العلماء قالوا ان ممكن يبقى بسبب الرياح، لكن الشجر ده نفس النوع موجود بره الغابة دي وشكله شجر عادي جدا. بعيدا عن الشجر وشكل الشجر، في مكان هناك خطير جدا. المكان ده عبارة عن دايرة شبه مثالية وما فيهاش شجر، ما فيهاش اي حاجة غير بس النجيلة، رغم ان التربة اللي هناك اتفحصت وقالوا انها صالحة للزراعة ما فيهاش اي مشكلة. وكانوا بيقولوا ان الارض بتشدهم لتحت جامد جدا، ده غير الارتباك والقلق اللي كان عندهم بدون تفسير. في روايات بتقول ان دي مش ارض عادية، دي بوابة. وفي سنة 1968 كان في فني عسكري روماني اسمه إيميل، كان موجود في مكان قريب جدا من الغابة وشاف جسم غريب طاير فوق الغابة. طلع الكاميرا وصوره، والصورة ساعتها انتشرت جامد في الصحف، وده كان أول دليل إن المكان ده مش مجرد حكايات. وفي ناس كتير جدا راحوا المكان ده وقالوا إن هم سمعوا أصوات أطفال وهمسات وحاجات غريبة جدا بتحصل جوه. كانوا بيحسوا ان دايما في حد مراقبهم. في ناس خرجوا من الغابة دي على جسمهم حروق وجروح، وكانوا بيقولوا ان هم جوه ما حسوش باي حاجة. وفي ناس بيقولوا ان هم جوه محدش فيهم كان بيبقى حاسس بالوقت. واكد على كلامهم ده ان كان في طفلة عندها 5 سنين دخلت المكان ده مع اهلها، اختفت، وبعدها ب5 سنين كمان ظهرت بنفس اللبس وبنفس شكلها ولا كأنها كبرت يوم. العلماء بيقولوا ان في كذا سبب ممكن يكونوا هما اللي عاملين كل اللي بيحصل في المكان ده، زي ان ممكن يبقى فيه مجالات كهرومغناطيسية وتشوهات جيولوجية، ولكن لحد دلوقتي مفيش اي تفسير نهائي للكلام ده كله. هو باتشيو مش مكان اتقفل ولا قصة انتهت، الناس لسه بتدخل والمكان لسه موجود، ولحد النهاردة نفس الحوادث بتحصل بشكل تقريبا شهري، ومفيش اي تفسير لأي حاجة من اللي بتحصل هناك. يلا، مع السلامة.